السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد ويوم جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يا حبايب قلبي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد انا بعمله. كمان تحطوا لي كومنتات كتير قوي حلوه، وتحطوا لي اللايك اللي بيشجعني اني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض طريقه عمل الرز المعمر والفراخ، ويعني هنعمل الغدا مع بعض بطريقه حلوه جدا وهتعجبكم باذن الله. اول حاجه كده يا جماعه، اول حاجه عملتها يعني غليت اللبن. اللبن ده كان لبن بقري وغليته. جماعه عايزه اقول لكم ان الرز المعمر لما بيتعمل باللبن البقري بجد الطعم بيروح في حته تانية. جربوها بجد يعني هيعجبكم جدا. المهم كان لبن غليناه يعني علشان نحطه على الرز و... وبعد ما غلي، المهم يا جماعه هقول لكم يعني عملنا ايه، وبعدين هنرجع تاني لموضوع اللبن. هنا بقى جبنا الفراخ ونضفتها كويس جدا. انا كنت هنا بقى بشيل كل الريش الصغنن وسبتها في الاخر في دقيق وليمون. نرجع بقى للرز تاني واللبن. جينا هنا بقى حطينا على الرز ملح وقلبناه كده شويه. جماعه اللي هيقول لي انتوا بتعملوا اللي هيقول يعني انت بتعملي بايدك، احنا غاسلين ايدينا كويس جدا، وبعدين يعني ما كانش حد غريب هياكل من الاكل، احنا اللي كنا هناكل من الاكل. المهم جبت قشطة كمان وحطيتها على الرز يعني، وهقلبه كده شوية. يعني حطيت الملح والقشطة وقلبت، وهنقلبه شوية كده، وبعدين هننزل باللبن اللي احنا غليناه. جماعة اللي مش عايز يغلي اللبن ويحط اللبن على طول مفيش مشكلة برضو. يعني الطريقة دي صح والطريقة دي صح، مش لازم نغلي اللبن علشان نحطه. عايزة اقول لكم اللي انا بحطه دلوقتي بقى ده وش اللبن اللي يعني اللبن لما غليناه طلع وش كتير جدا وحلو. يعني هو كان بجد يا جماعة، بصوا يا جماعة اللبن بيطلع وش كتير جدا، وبجد كان طعمه حلو قوي. المهم بقى ان احنا بعد ما يعني شلنا الوش بتاع اللبن وحطيناه برضو على الرز، هو عمل يا جماعه زي قشطه كده، زي قشطه على اللبن. يعني لو ما كناش جبنا قشطه وحطيناها على الرز كان برضو يعني قشطه اللبن كفايه قوي. بس احنا حبينا نعملها بالاتنين لان احنا بنحب طعم الرز بالقشطه، يعني بالقشطه اللي هي بتبقى جاهزه دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي كله ينزل يصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل على سيدنا محمد. المهم بقى يا حبايب قلبي ان احنا حطيناها وسبناه نقعناه يعني في اللبن شويه، سبناه في اللبن شويه، ما دخلناهوش الفرن على طول، يعني ما دخلناش الرز في الفرن على طول. اسفه يا جماعه التليفون كان بيرن. المهم بقى ان احنا جينا دلوقتي لتتبيله الفراخ. بشرنا بصل، حاطين عليها التوابل. جماعه انا عايزه اقول لكم ان طريقه تتبيل الفراخ يعني بتختلف من حد لحد، يعني مش كل الناس بيعملوها زي بعض. المهم بقى انا اقول لكم على الطريقه اللي احنا بنعملها. بنعمل بصل وملح وبابريكا وورق لورا بهارات وفلفل اسمر طبعا. والحاجه اللي احنا بنحطها في كل اكل زي ما قلت لكم جوز الطيبه يعني. ماما يا جماعه الراي الرسمي لها في الاكل جوز الطيبه، بتحبها جدا في الاكل، وهو فعلا بيبقى بتدي للاكل طعم يعني. ويعني ايه عملتهم مع بعض كده شويه، وجبت الفراخ اللي انا غسلتها كويس جدا. جماعه غسلتها كويس جدا، وحط يعني ايه قعدت بقى امسج الفرخه كده بالتتبيله دي ومن تحت الجلد زي ما انتم شايفين. جماعه انا كنت بحط من تحت الجلد ومن جوه في الفرخه ومن بره يعني عملتها كويس جدا. جماعه دي كانت فراخ بلدي. اللي يقول لي ما الفراخ البلدي مش بتتبل، احنا بنحب نتبل الفراخ البلدي. آه... تبلتها زي ما قلت لكم كويس جدا جدا جدا، وسبتها في التتبيله قيمه ساعتين كده عشان برضو ايه تشرب من التتبيله يعني. لغايه برضو ما كنت اخلص المواعين، كنت اقطع بطاطس، كنت اعمل حاجه، اختي كانت تعمل حاجه، يعني سيبناها خالص لغايه ما خدت من التتبيله. جينا هنا بقى عملنا كنا نعمل كمان صينيه بطاطس جنب الاكل، يعني بحب صينيه البطاطس الحمراء جنب الرز المعمر. انا عملت صينيه البطاطس كتير جدا معاكم يا جماعه، وبرضو عملت الفراخ كتير جدا معاكم بس بطرق مختلفه. يعني اللي هيتفرج على الفيديوهات اللي فاتت احنا كنا بنعمل تتبيلات مختلفه. يا جماعه هو الاكل مزاج بجد، يعني هو الاكل ايه على حسب ما انتي بتحبي انتي بتعمليه ازاي.
زي ما قلت لكم برضه انا عملت طريقه البطاطس معاكم كتير جدا. هنا بقى قطعت البصل شرايح كده وحطيت عليه مرقه دجاج. احنا بنحب نحط المرقه يعني بتعزز الطعم كده، وبابريكا وملح وفلفل اسمر وورق لورا برضو، وطبعا جوزة الطيبة احنا بنحب ندخلها في كل اكلنا طبعا. بس هنعمله مع بعض كده شوية، وهنحط كمان قرن فلفل اخضر. الفلفل برضو بيدي ريحة حلوة قوي للاكل وهو بيتعمل يعني. وهنحط البطاطس، وبعدين لو ضربة طماطم تحطيها عليها، او لو مش عندك طماطم تحطي صلصة من اللي هي بتبقى الجاهزة دي وتزوديها مية برضو، بتبقى يعني حلوة جدا برضو. ايا كان بقى انتي بتستخدمي صلصة ايه يعني، مش هتفرق يعني، على حسب انتي بتحبي الصلصة ايه. يعني الصلصة دي لو مش عندك طماطم، وهي طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها الطماطم غالية جدا 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 يعني، وهي واصلة باين ل40 جنيه الكيلو. فاللي مش عنده طماطم يعمل بصلصة. جماعة اللي هو الاكل زي ما قلت لكم مزاج، وكل واحد يعمل بالطريقة اللي تعجبه، وكل واحد يعني ايه بيفنن في اكله، وكل بيت له طريقة في الاكل. فيعني انا مش بقول لكم على حاجة تمشوا عليها، لا طبعا طبعا كلكم بتعرفوا تعملوا احسن من اي حد في الدنيا، وربنا يا رب يخليكم كلكم ويبقى الخير في بيوتكم كلكم يا رب. هنا كنا علقت على البطاطس يا جماعة، وهنا بقى جبنا معلقتين 3 4 سمنة كده طبعا علشان نشوح الفراخ. احنا كنا كمان غاليين مية علشان بعد ما نشوحها نحط المية عليها على طول. نزلنا بقى بالفراخ كده على صدرها يا جماعة، تنزلي على صدر الفرخة علشان ايه يعني، الصدر طبعا هو اللي بيحتاج سوا، فبياخد الصدمة بتاع النار يعني. هنا بقى كنت حطيت زي ما قلت لكم، كنا غاليين ميه، حطينا الميه عليها وسيبناها بقى تستوي براحتها. وده كمان كان شكل البطاطس وهي بتغلي خلاص يعني. هي كنا خلاص يا جماعه، احنا كنا جعانين جدا، كنت عايزه اقول لكم كنا جعانين جدا وعاملين الاكل متاخر جدا. وايه زي ما انتم شايفين الرز طبعا بعد ما طلع ما شاء الله اللهم بارك كان حلو جدا. ونسيت اقول لكم يا جماعه ان احنا حاطين عليه كمان قطعتين زبده كده، ودي الفراخ بعد ما حمرناها يعني. كان في فرخه فيهم مجهده شويه بس كان طعمها حلو جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم والاكل كمان عجبكم لو هتجربوه يعني. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.